هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضانكم كريم، وها أنا من جديد. إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله تكونوا متوفقين في هذا الشهر الكريم من طاعات وواجبات. إن شاء الله اليوم قررت أن نشارككم مائدة من مائدة أي طاولة من طاولات الرمضانية، لأني كما قلت لكم أنا في رمضان ما عنديش وقت للفيديوهات، ولكن نحاول بقدر الإمكان. نبدأ على بركة الله، بأطباق بسيطة، ومكوناتها موجودة في كل بيت وخفيفة. هنا بدأت بالفطائر المالحة أي الكريب سالي. كما رأيتم حطيت في البلندر، حطيت نصف لتر من الحليب، وأضفت كأسين من الدقيق الأبيض أي الفارينة، و3 بيضات، ملعقتين كبيرة من الزيت، والزيت مخيرين كأني ما يحطوش، والملح حسب أنتم والذوق تاعكم. هذه طريقة سهلة جدا جدا. في البلندر نحطوا المكونات ونخليوهم نميكسيوهم، نرحيوهم، بصح ما نطولوش في الرحي، ما نطولوش، ما نخليوهمش يتميكساو ياسر، به ما يديروا لناش هذوك لي غريمو، هذوك الفقاعات. ما نحبوش حنا يديروا لنا لاموس، جوست ما يتخلطوا برك يندمجوا، ونحبسوا واحد 10 ثواني، من بعد نصفيوهم. مع ان ما داروليش انا الحايد هذوك لي غريمو، بصح نصفيوهم من الاحسن، نصفيوهم باه نتفاداو اي حاجه، باه ما يفزدوناش لي كريب هذوما كما تشوفوا هذوك شويه تاع الفارينه اللي تكعبر. نصفيوهم ونحطوهم في اناء. شوفوا القوام كيفاه، نحطوهم في اناء ونغطيوهم ونحطوهم في الثلاجه، خليهم في الثلاجه ونقضيو قضيتنا. انا درت الاطباق الاخرين كله خليتهم في الاخير، درتهم مع الساعه 12 صباحا، خليتهم حتى الساعه 6 درتهم. هنا نمر الى ما يلزم هذه الفطائر المالحه لي كريب سالي. انا راح نديرها عفوا بمكعبات الدجاج، وراح ندير لها صلصه الجبن، لا صوص فروماج. هنا عندي طنجره
تشرب وكاين اللي ما تشربش. انا كاس ونصف يعني خدات لي يعني من الماء الدافئ. وشوفوا كيفاه القوام تاعها. دائما يعني العجائن كل المخبوزات لازم يكونوا خضرة الزليق كما يقولوا لها الماشطو، يعني هذيك اللوبيا خضرة. حطيت الكوسة يعني لي كورجات جريوات. حطيت البواغو هذاك البصل الطويل هذاك الخاص بالشوربة. حطيت نصف بصلة مقطعة. حطيت حبتين من البطاطا، 3 حبات من الجزر مقطعة. يعني حطيت حبتين من الطماطم، قطعة من الثوم، يعني الثوم المجمد اللي درته هذاك معاكم، لا بيوري دو لاي. وحطيت الكرافس يعني مقطعة، يعني قطع كبيرة. ووضعت هنا وضعت الملح، وضعت هذاك القزبر.
عندوش يحط يعني توم طازج وضعت. وهنا يعني الكمون حب للمشاوي يعني ما شاء الله يعني راح يعطي واحد البنه. بعد ما تقلالي يعني تطهالي مكعبات، تطهولي يعني مكعبات الاسكالوب تاعي. اضفت الطماطم وطفيت الطماطم يليه يعني الطيب وخليته على جنب. وانتقلت للسلطه. هنا انا درت يعني السلطه المشويه تاع الفلفل والطماطم، درت انواع سلطه الارز، درت ياسر يعني في رمضان. اليوم حبيت ندير سلطه على الطريقه اليونانيه، سلطه غريك على غريك. طماطم عندي هذيك لي طوماط سوريز، طماطم صغيره، لكن ملي ما عندهاش طماطم الصغيره هذيك دير طماطم حب وتقصها. قصيت شويه بصل، شويه تاع مايس، حطيت شويه تاع طون، حطيت عندي لي كورنيشون هذوك قصيتهم رقاق. وحطيت عندي انا الفرماج هذا، هو يجيب الفرماج هذا الفيتا، الفرماج الفيتا حطيته، حنا نشريوه يعني واجد. وحطيت الزيتون ان شاء الله ما نسيتش حاجه. وهذوما يعني هذا الخيار المخلل اللي شاركته معاكم، هذا حطيته للتجبت يعني بان للتزيين. حطيت البيض قطعته يعني مكعبات، ووضعت زيت الزيتون والليمون، عصرت نصف حبة ليمون. هذا ما يحتاجش يعني والملح ولا الفلفل الأسود يعني ما شفتونيش كي حطيتهم. ما يحتاجش ما تحطوش فيها الثوم ولا المعدنوس ولا المايونيز، ما تجيش بها، لا تجي كيما هكا. وزينتها يعني بالبيض، بدوائر البيض، بهذا كل الخيار المخلل. في الأخير أضفت من لمستي أنا، أضفت يعني قليل من النعناع، نعناع غبرة يعني يابس مجفف. أنا جربوها ما تندموش يعني، واحد الطعمة تهبل. هنا راح نحشي وصل الوقت يعني وقت الفطور، يعني قرب يعني وقت الفطور. هنايا راح نحشيو الفطائر تاعنا. المقص تاعي يعني خاص بالطبخ، يعني شريته مع السكاكين يعني معقم. انتم حاولوا يعني تستعملوا للاكل اشياء تكون خاصه بالطبخ يعني. وضعت الحشوه، قصيت يعني قطعت الفطيره اي لا كريب على 2، ووضعت فيها حشيتها بالحشو، ووضعت فوقها قليل من صلصة الجبن، وروليتها يعني درتها على شكل كورنيات، قراطيس يعني دي كورني. ونكملوا يعني كي نكملوهم كامل كملناهم. يعني هذيك الحبة اللي تشوفوا فيها اللي مشي على شكل قرطاس دارتها بنتي، جربتها كملتهم كلها. من بعد انا هنا ما صورت لكمش المقطع لانه الوقت داهمني الوقت يعني تزربت مع وضعتهم في صينيه تاع فرن، وضعت عليهم هذاك الفرماج، هذاك الجبن الكاريه، هذاك المربع، وحطيتهم في الفرن. داب هذاك الجبن وخرجتهم. وها هي طاولتي البسيطه يعني. والله العظيم انا ما نفزدش في رمضان يعني. انا يعني كنت بكري نفزد وندير، لكن الان يعني عندي مده ما عدتش نحب نطيب وش ناكلو حنا وما نكترش. هذا العصير، هذه السلطه، هادو الفطائر. درت هذه لاسوب يعني شوربه الخضار. هذا التمر ديما نرافقه بالعسل، الحسل النحل، اللبن، وهذاك الخبز يعني. وهذه صلصة الجبن رافقتها يعني بالأعواد البطاطا، قصيت البطاطا كبيرة وقليتها رافقتها بها. ويعني حاولوا مش اللي تشوفوه كامل في اليوتيوب تطيبوه تسخفوا عليه من بعد تطيشوا. الناس راهي ميتة بالشر. طيبوا صح، طيبوا الناس تسخف نسخفوا، ولكن الحاجة اللي ناكلوها مش الحاجة ما ناكلوش بعينينا، لازم ناكلوا الحاجة اللي نحبوها اللي نقدروا ناكلوها، مش اللي تعجبنا نديروها. حاولوا يعني بقدر الامكان به ما نفزدوش ما نبدروش يعني. انا يعني
هذا هو يعني نطيب ديما هكا حوايج يعني في الفرن لاولادي. والشوربه يعني ما تخطينيش، يعني انا يومين شوربه او 3 ايام شوربه و3 ايام في شوربه فريك. هذا العصير بنين. وانا على فكره الشوربه او شوربه الخضره وشوربه الفريك يعني الجاري انا ندير دائما تاع 3 ايام 3 ايام يعني ما نديرش كل يوم، ما نطيبش كل يوم. وها يعني الجبنه احنا ناكلوا معها في البطاطا المقليه. الفطائر بنان ما شاء الله. وان شاء الله يكون عجبكم، يعني تعجبتكم طاولتي لشهر رمضان. وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.